الرحمن الرحيم. بيان استنكاري وتمديدي لقبيلة الشرفاء الرقيبات على إثر عرض فيلم وثائقي مسيء للولي الصالح والقطب الرباني الشيخ سيدي أحمد الرقيبي يوم الخميس 22 دجنبر 2022 بقصر المؤتمرات بمدينة العيون في إطار فعاليات الدورة السادسة لمهرجان الفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني المنظم من طرف المركز السينمائي المغربي. اجتمع شيوخ وأعيان وحفدة الولي الصالح الشيخ سيدي أحمد الرقيبي بمدينة العيون لاستنكار ورفض هذا التطاول المشين على القطب الرباني والغوث الصمداني سبط الرسول صلى الله عليه وسلم المشهود له بالزهد والورع والمشهود لأبنائه بالوطنية والدفاع عن الوحدة الترابية. وأمام هذا التصرف الغير مسؤول والمتعدي لكل الخطوط الحمراء في توقير وتبجيل رموز الوطن والاستهداف الخطير والممنهج ضد القبيلة ومكانتها المتميزة، والذي يعتبر وسيلة دنيئة لتمرير خطابات الكراهية والعنصرية والقذف والسب في حق نسب وأصل قبيلة عريقة من أكبر قبائل المنطقة. يعلن شيوخ وأعيان وحفدة الولي الصالح الشيخ سيدي أحمد الرقيبي عن رفضهم الشديد لكل محاولات المس بكرامة وشرف أبناء القبيلة وإثارة الفتنة والمس بالسلم الاجتماعي لبلادنا، وتنديدهم بالمحاولات المستمرة للنيل من أمجاد القبيلة الضاربة في جذور التاريخ. وتبعا لذلك وبناء على اللقاءات والاجتماعات المكثفة والمتواصلة التي عقدتها القبيلة بكل مكوناتها، نعلن ما يلي: المطالبة بفتح تحقيق سريع ودقيق من قبل الجهات المختصة من أجل تحديد المسؤوليات والدوافع وراء هذا الفعل المشين، محاسبة كل من ثبت تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الجريمة النكراء، المطالبة بتقديم اعتذار لأبناء القبيلة عما لحقهم من مس بمشاعرهم وكرامتهم، مطالبة الجهات المختصة بإعدام الفيلم المذكور وكل الأعمال والإصدارات التي تتضمن استهداف للقبيلة، احتفاظ أبناء القبيلة بحقهم في مقاضاة المسؤولين الذين ثبت تورطهم في هذه المؤامرة الدنيئة، تنظيم القبيلة زيارة لمقام جدها الشريف الولي الصالح سيدي أحمد الرقيبي. وفي الأخير يشيد أعيان وشيوخ وحفدة الولي الصالح الشيخ سيدي أحمد الرقيبي بالانضباط والامتثال للقانون الذي أبان عنه أبناء وبنات القبيلة من خلال تعبيرهم السلمي عن استنكارهم ورفضهم لهذا العمل الدنيء، كما يتقدمون بالشكر والامتنان لعبارات التضامن والمؤازرة التي عبر عنها شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية وكافة شرائح المجتمع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرنا بالعيون بتاريخ 30 دجنبر 2022 الشرفاء قبيلة الشرفاء الرقيبات.